كيكة الزمن الجميل، الكيكة اللي كانت موجودة في كل بيوتنا زمان، وأمهاتنا بتحضرها بإيديها الحلوة بمنتهى السهولة، وتطلع من إيديهم زي العسل. سهلة وبسيطة وكل مكوناتها موجودة في البيت، مفيهاش أي فزلكة خالص، بس كل حد بيحضرها بمقاديره. تعالوا شوفوا مقاديري وإن شاء الله ناجحة من أول مرة. يلا بينا نحضر الرواني مع بعض. أول حاجة هنحضرها مع بعض الشربات. كوبايتين كبار من السكر وعليهم كوبايتين ونص من المية. هقلب كده شوية مع بعض، ولو السكر ما دابش معاكم ارفعوا على طول الكسرولة على النار درجة حرارة متوسطة وقلبوا لحد ما السكر يدوب إلى حد ما. أول غلوة بقى هنضيف معلقة صغيرة من عصير الليمون، وهنسيب الشربات على النار لمدة 10 دقايق كاملين. بالنسبة بقى لمكونات الخليط، معايا 3 حبات من البيض، مهم جدا يكونوا بدرجة حرارة المطبخ علشان البيض يتخفق كويس قوي ويدينا نتيجة حلوة جدا. هضيف على البيض معلقة صغيرة من الفانيليا سواء السائلة أو البودر، وأخفق كده لمدة دقيقة لمجرد بس إن البيض يفك من بعضه شوية. بعد كده هضيف نص كوباية من السكر، ما تكتروش لأننا لسه هنضيف الشربات، وهقلب كويس قوي. وبعد كده هضيف كوباية إلا ربع من الزبادي، برضو تكون بدرجة حرارة المطبخ، وطبعا الزبادي ادت طعم وقوام للرواني حلوة جدا. قلبت كويس قوي، وأثناء التقليب هضيف نص كوباية من الزيت النباتي. بعد كده هرجع اضيف كوبايه ونص من الدقيق المنخول، وانا استخدمت دقيق متعدد الاستخدامات. هقلب بقى الخليط كويس جدا على اهدى سرعه، وبعد كده هضيف كوبايه من السميد اللي احنا بنستخدمه للبسبوسه مع معلقه كبيره من البيكنج باودر، وهقلب برده على اهدى سرعه. كده خلاص اتشكل عندي الخليط، لازم يكون تقيل بنفس الشكل ده، ما ينفعش يكون خفيف علشان لما نضيف الشربات ما تبقاش سايبه قوي من بعضها. نقدر نستخدم صينيه مقاس 30 او صينيه مقاس 28، بس كل ما هنستخدم صينيه اصغر كل ما الرواني ارتفاعها هيكون عالي. انا ما بحبش الكيكات اللي هي بتتقطع كده مربعات تكون ارتفاعها عالي قوي، فعلشان كده هستخدم صينيه مقاس 30 وهدهنها بمعلقه كبيره من الزبده. حطيت كل كميه الخليط وسويته كويس قوي. الصينيه هتدخل فرن درجه حراره 180 لمده 30 دقيقه. ممكن تاخد اللون الحلو ده اثناء التسويه، وممكن نشغل الشوايه. سبتها كده تهدى شويه لمده 10 دقائق، وبعد كده ضفت عليها نص كميه الشربات. طبعا هو كان دافي شويه، ميلت كده صينيه يمين وشمال لحد كده ما شربت كميه الشربات، وبعد كده ضفت عليها باقي كميه الشربات. هسيبها بقى كده حوالي ربع ساعه لحد ما تشرب كل كميه الشربات كويس جدا، وبعد كده هقطعها لمربعات بنفس الشكل ده. زينوها بقى بالطريقه اللي تعجبكم، ولكن انا اخترت ابسط طريقه للتزيين، وحطيت عليها جوز هند بنفس الشكل ده. شوفوا بقى مظبوطه ازاي وارتفاعها حلو ازاي. حقيقي كان طعمها حلو جدا، وريحتها كمان كانت حلوه قوي. وزي ما انتوا شفتوا كده ما خدتش مننا مكونات غريبه ولا اي حاجه، وطريقه تحضيرها سهله وبسيطه. وبس كده وصفه النهارده خلصت. اتمنى ان الوصفه تكون سهله وبسيطه عليكم. مستنيه رايكم فيها، واشوفكم ان شاء الله على خير، وباي باي.